مرحبا. امبارح صار في رقم بالبريمير ليج بينوقف عنده، اللي هو انه محمد صلاح صار عنده عدد اسيستات اكثر من بول سكولز. صار عنده 56 اسيست مقابل 55 اسيست لبول سكولز، وهو لعبان عدد مباريات 500 مباراة بالبريمير ليج، واللي هو عدد اكبر بكثير من عدد مباريات محمد صلاح. هذا الرقم بينوقف عنده لانه بالشكل موضوع غريب. انت عم تحكي عن واحد من افضل لاعبين خط الوسط اللي مروا بتاريخ البريمير ليج، بول سكولز، بشهاده زملائه وبشهاده اللاعبين اللي لعبوا ضده. فليه لاعب بهذا الحجم بده يكون عنده بس 55 اسيست من 500 مباراة بالبريمير ليج؟ عدد قليل نوعا ما. حادخل من هيدا المدخل لاقول شو الاسباب التي ادت انه بالفترة الحالية او تغير اساليب اللعب وتأثيرها على الارقام. يعني عم نشوف ارقام حاليا من حيث التهديف ما كانت خاصة لاعبين الأجنحة، ما كانت موجودة بالسابق. أه حبلش بشوية أرقام هيك سجلتها. أولا مثل ما قلت، بول سكولز 55 أسيست، بالمقابل بيكهام اللي هو كان جناح الأيمن لمانشستر يونايتد بهذيك الحقبة عنده 90 أسيست، ومن عدد مباريات تقريبا نص، يعني 265 مباراة. جيجز تقريبا لعب عدد مباريات أكبر من بول سكولز بشي 100 مباراة، 100 وشوي مباراة، ولكن عنده 162 أسيست، 3 مرات أكثر. هيدا بدل، وهيدا سببه انه بفتره التسعينات، فتره مانشستر يونايتد، عز فتره مانشستر يونايتد واول فتره الالفيه الجديده، كان كره القدم كانت لعبه 4-4-2. البرازيل كان لعبه 4-4-2، وبالتالي كان صناعه اللعب تتم عبر الاجنحه، لانه اللاعب كان الجناح تقليدي اللي هو بيلعب بالقدم اليمنى وبيلعب على الجهه اليمنى. جيجز بيلعب بالقدم اليسرى، بيلعب على القدم اليسرى، بيروح على خط. كان نادر لما لاعب وسط الملعب او لاعب الجناح عفوا يدخل على ارض، على قلب الملعب. كان يلعب على الطرف لنفس القدم اللي بيلعب فيها، ويروح يلعب كرات عرضيه، وطبعا مع كثافه عدديه باثنين قلبين هجوم يتم تسجيل اهداف. كان تعتمد كره القدم بشكل كبير على الصناعه عبر الاطراف، وهذا اللي ادى انه يكون لاعبين الاطراف عندهم عدد تمريرات حاسمه اكثر من لاعبين العمق. ولكن بالمقابل بعد فتره، بعد ما قطعنا صرنا نفوت مرحله 2010، اخر 20 سنه، اخر 10 سنين، 15 سنه، لما بلش تتغير الرول واساليب اللعب. لما وصل فان بيرسي مثلا على مانشستر يونايتد، بدل ما يلعب هو وين روني بقلب منطقه الجزاء، صار يلعب روني. وين روني اخذ رول شوي فيها عمق اكثر، ولهالسبب بنشوف انه وين روني عنده 146 اسيست، تقريبا من نفس عدد مباريات بول سكولز، ولكن تقريبا كمان بثلاث اضعاف. هيدا بيقول لك انه كيف رجعت اللاعب اللي بيلعب بوسط الملعب، كيف عمليه او ارقام الاسيست عنده اصبحت تعلى لما لاعبين الاطراف او لاعبين الاجنحه صارت عندهم رول يعني بس اصبح يتنوع اللعب. اذا بدك، لما صرت تشوف لاعب الجناح اللي بيلعب على الجهه اليمنى بيلعب بالقدم اليسرى، بيدخل على ارض الملعب، على قلب الملعب. ف اللي عم حاول اقوله انه بالسابق كان لاعبين الاطراف الاربعه 4-2، وهيدي الرول اذا بتلعب باجرك الشمال بتلعب على الجهه اليسرى وبتلعب كرات عرضيه، طبعا تلعب بالجهه اليسرى، ما عندك امكانيه تدخل بالعمق تلعب بالقدم الضعيفه. كل هيدا تاثير، وهيدا اثر على عدد الاهداف للاعبين الاجنحه بهيديك المرحله، وزاد عندهم عدد التمريرات الحاسمه. بالمقابل لا، هلا بنشوف اللاعب الجناح بيقدر يسجل، بيقدر يكون عنده عدد اسيست كبير وعنده عدد اهداف كبير. عم حاول اقول انه ما في شك بالنسبه لكتار ليونيل ميسي هو واحد من افضل، او يمكن بالنسبه لكتار هو افضل لاعب بالتاريخ. مش هيدا امر مفهوم ومن حق كل واحد يكون عنده هيدا الخيار، ولكن لما بتسال عن السبب بصرف النظر عن الموهبه والارقام، بيقول لك انه هو لاعب هداف ولاعب صانع العاب. ولكن خلينا نعتبر او نفترض انه ليونيل ميسي لعب بالحقبه اللي ما بين عام 90 وعام 2007 فرضا، خلص 17 سنه، وبيلعب بالقدم اليسرى، وكان بيلعب بنادي برشلونه، ولعب على كجناح تقليدي على الجهه اليسرى، بيروح على الخط وبيلعب كرات عرضيه. ما كان بعد في هيدا الابتكار للاعب الجناح اللي يدخل على قلب الملعب. هل كان قدر يسجل نفس عدد الاهداف اللي سجله؟ اكيد لا. وبالتالي اسلوب اللعب بكل الحقبة أثر بشكل مباشر بما لا يقبل الشك على عدد الأرقام، على أرقام الأهداف، أرقام التمريرات الحاسمة. وبالتالي بالنسبة إلي حسم جدلية أفضل لاعب، أنا أميل لفكرة أنه أكيد كل حقبة إلى اللاعب المفضل. يعني عن جد من الصعب أنك تحاول تقارن بين لاعبين لعبوا بفترات متفاوتة
لانك حابب تقارن الارقام، تقول لا افضل لانه هو عنده عدد اسيستات وعنده عدد اهداف اكثر، بالمقابل الفلاني كان عنده بس عدد اسيستات. لا، تاثير اسلوب اللعب من 20 سنه، كيفيه مقاربه المدربين للمباريات وصناعه اللعب وغيره اختلفت واثرت بشكل اساسي على بشكل مباشر على عدد الاهداف وعدد التمريرات الحاسمه للاعبين وخاصه لاعبين الاجنحه.